كتحس براسك دايما عيانه، ما عندك كانه متوتره، تقريبا داخله في حاله اكتئاب، كتحس بالجسم ديالك فنيان، ما عندكش الكانه، الم ديال الراس، الجسم ما فيهش القوه. المشكل غادي يكون هو نقص ديال الحديد اللي كتشوفوا معايا. هاد لا كونتيتي كامله شاريه، هاد التريتمون ديال 4 شهور، نقص ديال الحديد او نقص ديال الخزان ديال الحديد لا يقل اهميه على نقص ديال الحديد. الحديد اللي هو انفس اللي معروف، والفيريتين هو نقص ديال الحديد، ديال خزان الحديد عفوا. ضروري ما تستشرطي وما تاخذش هادشي بشكل عشوائي، ضروري من تاكدوا، لان هاد الاعراض هادو كياكدوا على ان الجسم كيعاني من نقص ديال الحديد او الخزان ديال الحديد. استشر الطبيب. النقص ديال الحديد كيعطي بزاف ديال الاعراض، بيناتهم الاكتئاب، وكنشوف حنا بزاف ديال النساء وكذلك الاطفال كيدخلوا في هذه الحاله، التوتر، الاكتئاب، كتشوفهم ديما مقلقين، ديما متوترين، ديما معصبين، وكذلك ديك العياء وشحوب ديال اللون ديال البشره، تساقط الشعر، تقصف الاظافر. ردوا البال واستشروا الاطباء ديالكم، وما تاخذوش هادشي بشكل عشوائي، ضروري من استشاره الطبيب. عملوا تحليله ديال فقر الدم، وكذلك الخزان اللي لا يقل اهميه على الحديد، لان لو كان ما عندكش الخزان مزيان وعندك الحديد، لان كنجبروا ان الحديد عندنا مزيان ولكن الخزان ما كاينش، كيكون يعني الجسم قريب انه ينفذ منه الحديد وما كيجبرش عنده الغيزيرف او اللي هو الخزان، وكيتعرض يعني كتزيد التفاقم ديك الاعراض وكتزيد معكم. اشروا الطبيب اذا حسيتوا بهذيك الاعراض اللي ذكرت معكم. نعرفوا القياس والمده اللي غادي نستعملوا في هاد الادويه. نصيحه اللي غادي نعطيكم هي ان هاد الحديد شي انسان مفشش، يعني ما كيتمتصش بسهوله، يعني عنده شروط باش الجسم يستافد منه. واخا انك تاخذ تريتمون، ضروري ما تراعي واحد الشروط، هو انك ملي تجي تاخذ هاد الادويه ديال الحديد تحاول انك تبعدهم، ما تشربش معاهم شي حاجه فيها الكافيين بحال القهوه او الاتاي او المشروبات الغازيه، كذلك الفواكه الجافه. حاول قبل ب2 ساعات ومن بعد 2 ساعات ما تاخذ هاد الدواء، ما تاخذش هاد المنتوجات اللي ذكرت معكم باش يتمتص لك مزيان. تاخذ ضروري لا فيتامين سي معاه، يعني تشرب هاد القريعه مباشره تكون موراه اما الليمون اما البرتقال، شي حاجه فيها لا فيتامين سي، الكيوي كذلك الفلفل الاخضر، كاين بزاف منتوجات فيها لا فيتامين سي باش تمتص لك يعني الحديد مزيان